عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عندنا الحلقة الثامنة من صفحة في تاريخنا، واتكلمنا في السبع حلقات اللي فاتوا عن أبطال، وزي ما قلنا احنا بنتكلم عن أبطال ظهروا في الفترة من عام 1967 لحد حرب أكتوبر 1973. ناس ما كانش ليهم إلا هدف واحد كلهم. الهدف بتاعهم رفع اسم مصر عاليا، تحقيق أغلى انتصار لمصر حتى لو كان الثمن حياتهم. فعلا الجيش المصري ده أسطورة على مدار التاريخ، كل جنوده يا أخي تلاقي بيتميزوا بالوفاء الرهيب، حبهم لبلدهم، حبهم وطنيتهم الزايدة، وزي ما بنشوف حتى في العصر الحاضر اللي احنا عايشين فيه. شاركوا في العصر الحاضر في جميع المشروعات الداخلية للبلد، من طرق لكباري لبناء مدن جديدة، بجانب مهمتهم الأصلية وهي حماية حدود الوطن. النهارده زي ما بنقول في صفحة من تاريخنا في الحلقة الثامنة بنتكلم عن محمد المصري. كتير قوي ما يعرفوش مين محمد المصري. محمد المصري بطل من أبطال حرب أكتوبر. الراجل دون بيشهد له التاريخ إن هو حاصل على نجمة سيناء. حاصل على نجمة سيناء ليه؟ الراجل ده زي ما بتقول الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم عمل رقم تاريخي لحد النهارده، رقم قياسي مش هيتقارن. في فرقة المدرعات الإسرائيلية في حرب أكتوبر قام بتدمير 37 دبابة لوحده. هو لوحده، بما فيهم دبابة العقيد عساف ياجوري الإسرائيلي. وبعد الحرب طبعا سلموا المشير احمد اسماعيل بعد الحرب نجمة سيناء نظرا لما قدمه من بطولات في هذه الحرب، وعرف باسم صائد الدبابات. يبقى محمد المصري بطل من ابطال حرب اكتوبر، دمر 37 دبابة اسرائيلية في حرب اكتوبر لوحده. ده بيعتبر رقم قياسي زي ما قلنا، مسجل له في الاكاديميات العسكرية على مستوى العالم، وبما فيها دبابة العقيد عساف ياجوري اللي قائد فرقة المدرعات الإسرائيلية. ولذلك بعد حرب أكتوبر على طول سلموا المشير أحمد إسماعيل نجمة سيناء التي لا تعطى إلا للأبطال، والأبطال اللي على مستوى عالي. ده محمد المصري البطل المعروف باسم صائد الدبابات. ودلوقتي ده كان موضوع حلقتنا أو في الحلقة الثامنة، وزي ما قلنا ده بيعتبر أعلى رقم قياسي اللي عمله محمد المصري من تدمير